هاي ردة راح نقراها إن شاء الله، ونستقبل خطيب المنبر سماحة الشيخ ضياء ولي لإلقاء كلمته. إن شاء الله تجاوبون وتحركون الحسينية بصوتكم الجميل. يا هلا ومية هلا بالأمجاد بكربلاء، يا هلا ومية هلا بالأمجاد، بعد يا هلا ومية هلا بالأمجاد بكربلاء. عافية عافية. هذا لما تعلي صوتك لابو فاضل، للحسين، للسجاد، للأكبر، تسمع السيدة المعصومة. بارك الله بيك. يا هلا ومية هلا بالأمجاد بكربلاء، يا هلا. اي اليوم عطر الورد فاح بالفرح والكلاح، اليوم عطر الورد فاح بالفرح والكلاح، ريتني عندي جناح شوق اطير اليوم له، يا هلا بالامجاد بكربلاء، يا هلا. عافية. هذا بن أم البنين حزام الظهر الحسين، هذا بن أم البنين حزام الظهر الحسين، من جيش الكفر حين غضب صارت بلبلة، يا هلا. يا هلا ومية هلا بالأمجاد. هذا بن فحل الفحول حيدر زوج البتول، هذا بن فحل الفحول حيدر زوج البتول، يشهد الله والرسول، يشهد الله والرسول، كل عزة ومرجلة، يا هلا بالأمجاد بكربلاء، يا هلا. هذا خو زينب ترى القاد محملها وسارة، هذا خو زينب ترى القاد محملها وسارة، وبيد سيف شاهرة، وبيد سيف شاهرة يحمي بيد عقد الولاء، يا هلا ومية بالأمجاد بكربلاء، يا هلا. والآن مع الكلمة الصادقة لخطيب المنبر الحسيني البارع الشيخ ضياء ولي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية. وقال صلى الله عليه وآله: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى فيه على محمد وآل محمد. أهنئكم بميلاد الأنوار والأقمار الثلاثة، قمر بني هاشم هو العباس
ابن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الواقع هناك 3 شهادات وردت في حق العباس عليه السلام، لأنك حينما تتحدث عن العباس عليه السلام تتحدث عن البطولة والرجولة والشهامة والعطاء. الشهادة الأولى ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: إن ولدي العباس قد زق العلم زقا. قد كثير من الناس يتبادر إلى أذهانهم أن العباس كان رجلاً شجاعاً فارساً، صحيح، لكن بالإضافة إلى فروسيته وإلى شجاعته كان في طليعة علماء وفقهاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية تقول: أخذ عن أبيه علما جما، علم كثير، ونحن نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وآله قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. والإنسان الشجاع اللي يزين شخصيته العلم. قد تلاحظ في حياتنا الاجتماعية إنسان شجاع لكن لا يمتلك العلم، يتخبط في أموره. الذي يزين الشجاعة العلم، وقد تربى في بيت الإمام أمير المؤمنين وفي مدرسة الإمام الحسن وفي مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه. الشهادة الثانية ما ورد عن الإمام الصادق، الزيارة صحيحة السند. الإمام يعلمنا شلون نزور العباس، تقول له: أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم، إلى أن تقول: والمهضوم المهتض والمظلوم المهتضم. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء بما صبرت وعنت، فنعم عقبى الدار. ثم تقول: وحشرك الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم تقول: أشهد أنك لم تهن، ما عندك ضعف، ولم تنكل، ما تتراجع، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبي. أولا الإمام الصادق سلام الله عليه لما ينطي الأوصاف على نحو الحقيقة. الإمام الصادق ما عنده بشكل عام، الإمام المعصوم ما عنده مجامل. لما ينسب هاي الأوصاف يعني هذه قد تحققت في شخصية العباس. لاحظوا لو شخصية واحدة امتلكت صفة واحدة، صفة التسليم، صفة التصديق، تعتبر شخصية عظيمة. فكيف أن العباس اجتمعت فيه كل هذه الصفات؟ هذه الشهادة الثانية. الشهادة الثالثة اللي وردت على لسان المحقق الكبير والعالم الجليل محمد طه نجف. محمد طه نجف صاحب كتاب الإتقان، لما يجي في باب الثقات يقول فلان ثقة أو غير ثقة، يقول أن العباس عليه السلام هو أجل من أن يذكر حول صفات الثقات. إن العباس لا بد أن يذكر مع الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الميلاد الثاني لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. والواقع الإمام الحسين سلام الله عليه لما كان كما يروي ابن قولويه في كامل الزيارات
عن المصطفى محمد صلى الله عليه وآله: إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. رواية صحيحة السند يرويها ابن قولويه في كامل الزيارات. القاسم ابن موسى الحضرمي يقول: كنا مع الإمام الصادق سلام الله عليه، نزلنا النجف، ثم كنا في منطقة القادسية. التفت لي الإمام الصادق سلام الله عليه قال لي: يا ابن موسى، قف عند هذا الطريق، سيأتيك رجل من أهل اليمن، إذا جاء ائتني به إلي. يقول القاسم: وقفت على الطريق وكان الحر شديد إلى أن نفذ صبري. هو يقول: كدت أن أرجع للإمام الصادق سلام الله عليه. يقول: وإذا بسوادة قد أقبلت، انتظرت، اقترب مني، سلم علي. قلت له: أنت من أهل اليمن؟ قال: بلى. قلت: ها هنا رجل من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله يدعوك. يقول: قال: هلم بنا إليه. يقول: أتيت به إلى خيمة الإمام الصادق سلام الله عليه، وجلست أنا بباب الخيمة. هو يقول القاسم يقول: كنت أسمع كلامهما ولا أراهما. يقول: استقبله الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له: من أين أتيت؟ قال: يا ابن رسول الله، أتيت من أقصى اليمن. قال: أتيت من موضع كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: لما جئت؟ قال: جئت لزيارة الحسين عليه السلام. قال له الإمام: ألك حاجة أخرى؟ يعني أحيانا واحد قد يروح يزور الحسين، بس يروح يكمل معاملة إدارية ويروح يزور الحسين. لاحظ هذا الرجل، الإمام قال له: هل لك حاجة أخرى مع الزيارة؟ قال: لا يا ابن رسول الله. قال: جئت لأزور الحسين وأصلي عنده وأسلم عليه وأرجع إلى أهلي. قال له الإمام الصادق: ما ترون في زيارته؟ ماذا ترون في زيارته؟ قال: يا ابن رسول الله، نرى في زيارته البركة في أهلينا وأولادنا ومعايشنا وقضاء حوائجنا. قال له الإمام الصادق: يا أخ اليمن، أفلا أزيدك فضلا؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: إن زيارة الحسين تعدل حجة مقبولة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: فتعجب، فقال الإمام: والله، شوف، قال: والله حجتين مبرورتين مع زاكيتين مع رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: حتى عد إلى 30 حجة. شوف النبي يروح له يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه شنو؟ حب الحسين، بعد وحب زيارته. النقطة رأيت فد رواية هم تشمل الإمام زين العابدين سلام الله عليه وتشمل سيد الشهداء، حتى ما أطيل عليكم. أكو امرأة عاصرت 8 من الأئمة المعصومين، يسموها حبابة الوالبية. هذه طبعا المرأة كانت عالمة وكانت معجزة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
كتب الحديث والتاريخ تذكر، يقولون هذه المرأة حبابة الوالبية تكنى بأم الندى، أصلها منين؟ من اليمن. كان أمير المؤمنين يخرج إلى السوق، يقولون كانت تمشي خلفه. أمير المؤمنين بالسوق كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هي تستمع للإمام. تقول حتى دخل إلى سوق الأسماك، رأيت أمير المؤمنين ينهى عن بيع الأسماك المحرمة، ثم رجع أمير المؤمنين تقول إلى رحبة المسجد، الرحبة الساحة اللي أمام المسجد. جلس أمير المؤمنين سلام الله عليه، تقول أتيت إليه، لما جلس سلمت عليه، قلت يا ابن عم النبي، يا ابن عم النبي، أريد منك أن تعلمني دلالة الإمامة. شنو دلالة الإمامة؟ أريدك منه تنطيني دليل أن هذا هو الإمام المفترض الطاعة. يا ابن عم النبي، أطلب منك أن تعلمني دلالة الإمامة، يعني كل من يدعي الإمامة من بعدك كنت تعطيني علامة بأن هو الإمام الحق. تقول فقال لي يا حبابة ناوليني تلك الحصى. تقول أتيت له بالحصى، أخذ الحصى بيده ثم جعل الخاتم ختمه على الحصى، الخاتم حفر الحصى. تقول لما نظرت قال لي يا حباب من فعل كما فعلت فهو الإمام من بعدي. بعد مقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه جاءت للإمام الحسن قالت يا ابن رسول الله هذا ختم أبيك. قال ناوليني الحصى. تقول فختم الإمام الحسن على الحصى، وإذا بختم الإمام حفر الحصى. بعد شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه كانت تأتي إلى المدينة، تتردد بالمدينة. جاءت إلى سيد الشهداء سلام الله عليه، قالت له يا ابن رسول الله اختم لي على الحصى. قال ناوليني الحصى. تقول فختم لي الحسين على الحصى، فحفر الختم على الحصى، حصى صماء. التاريخ يقول كانت تتردد بزيارتها على الحسين، كثير ما تأتي إلى سيد الشهداء سلام الله عليه. فترة معينة انقطعت أخبارها. لاحظ سيد الشهداء ما ينسى أحبائه، لكن شنو ما ينسى أحبائه؟ كون نمتلك شيء قليل بمثل ما تمتلكه حبابة الوالبية. شنو نمتلكه؟ أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. شوفوا هذه المرأة الطيبة، شوفوا أهل البيت سيد الشهداء ما ينسى، يتفقد حتى أحوالك كيف تكون. لاحظ من خلال هذه الرواية سيد الشهداء سأل قال حباب الوالبية انقطعت عنا فترة طويلة، ما الذي حدث لها؟ قالوا يا ابن رسول الله حدث لها حدث بين عينيها. فقال لأصحابه قوموا لنذهب لزيارتها. طبعا هي حبابة تتحدث هذه الرواية لصالح بن ميثم ابن تمار ولصاحب الإمام عباية ابن ربعي. تقول له أنا كنت في مسجدي في البيت عادة الإنسان يصنع له مسجد يقوم به الفرائض. يقول فدخل علي الحسين سلام الله عليه وسلم علي. شوفوا سيد الشهداء قال يا حبابة ما أبطأك عني، صار لك فترة لم تأتي لي، يا حبابة ما أبطأك عني. قلت يا ابن رسول الله ما ذلك الذي منعني إلا وضح حدث بين عيني، برص عندي صار برص. ولهذا بالتاريخ
يوصفوها يقولون احترق وجهها، كناية عن شدة عبادتها لله عز وجل. قالت: يا ابن رسول الله، اللي منعني ما أتيت أزورك، منعني وضح بين عيني. فقال لها الإمام سلام الله عليه، يقول: كشفت القناع فنظر الإمام إلى ما بين عينيها، قال لها: يا حبابة اصبري. رواية تقول: فأخذ الإمام من ريقه، رواية تقول لا، وضع الإمام يده على البرص، هسه من خلال قطعة قماش أو كذا، وضع الإمام يده على البرص، فلم يزل أو لا يزال يدعو حتى رفع يده، وقد كشف الله ذلك البرص عنها. لاحظ سيدي الشهداء يعطي درس. قال لها: يا حبابة أحدثي لله شكرا، هذا بفضل الله، أحدثي لله شكرا، فإن الله قد درأه عنك، الله عز وجل درأه عنك. تقول: فخررت ساجدة لله عز وجل. فقال: يا حبابة ارفعي رأسك وانظري في مرآتك. المرآة تقول: نظرت وإذا الوضح ما موجود بين عيني. فقال الإمام، هاي عبارته: يا حبابة ما من أحد على ملة إبراهيم إلا ونحن وشيعتنا. بعد شهادة الحسين ماذا صنعت المرأة؟ أخذت تنشر ظلامة الحسين سلام الله عليه في الأمصار وفي البلدان. بعد مقتل الحسين اجت المن اللي هو صاحب الذكر الليل إلى الإمام زين العابدين. هي تقول: أتيت إليه رأيته يصلي فوقفت أسمع دعاءه ومناجاته مع الله عز وجل، لكن رأيت أن الإمام طال مكثه بالعبادة، فأردت أن أنصرف. لما مشيت خطوات وإذا بالإمام التفت لي بعد أن انفتل من صلاته، قال: يا حبابة هلمي إلي، أين الحصاة؟ تقول: فأخرجت له الحصاة، فختم على الحصاة، فانحفر ختم الإمام على الحصاة. قالت: يا ابن رسول الله، جدك أمير المؤمنين هكذا صنع، الحسين أبوك هكذا صنع. ثم قال لي: يا حبابة، أشار بسبابته فرجعت شابة. يقولون كان عمرها 113 سنة. تقول: لما أشار الإمام بسبابته فرجعت شابة بدعاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. أحبهم أشير إخواني، هذه رواية معتبرة، صححها شيخ آصف محسني، رواية مو يعني ضعيف. ثم أنها بعد ذلك جاءت بعد شهادة الإمام زين العابدين، اجت للإمام الباقر، رأت الناس تلتف حوله يسألونه ويجيب. يقول الراوي، يقول: كانت تجلس خلفه تسمع ما يقول الإمام سلام الله عليه، كأنما تتعلم من الإمام العلم. لما صرف الناس صاحت: هذا الإمام، وأخذت تثني عليه. قال لها الإمام الباقر: يا حبابة هلمي إلي، أين الحصاة؟ تقول: فختم لي الباقر على الحصاة. إخواني، ثم جاءت للصادق، ما أطول لك، طبعا في حياة الإمام الباقر سلام الله عليه، لما ختم لها الإمام سلام الله بالعصا، قال: ألك حاجة يا حبابة؟ قالت: يا ابن رسول الله، لا زال شعري أبيضا. فدعا لها الإمام سلام الله عليه، وإذا بفضل الله عز وجل رد الله عليها شعرها أسودا. ثم ذهبت للصادق، ما طول عليك، والكاظم عليه السلام، هنا محل الشاهد. ثم جاءت للإمام الرضا قبل ذهاب الإمام إلى خراسان، سلمت على الإمام، قالت: يا ابن رسول الله، اختم لي
يقول فقال ناوليني الحصى، فختم على الحصى. هي تقول سألت الإمام الرضا قلت يا ابن رسول الله كم بقي؟ يعني شنو كم بقي؟ شقد بقي من عمري؟ قال لها الإمام بقي من العمر القليل. قالت يا ابن رسول الله أريد أن أرى القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله. شوف قول الإمام الرضا، قال الإمام الرضا يا حبابة سيبعثك الله عز وجل ويرجعك إلى الحياة وتكونين من أنصاره. رأيت بعض الروايات أكو جملة من النساء من أنصار الإمام المهدي، منهن بنت رشيد الهجري وأم أيمن، وهذه المرأة حبابة الوالبية. تقول الرواية بقيت بعد الإمام الرضا 9 أشهر، 9 أشهر، ثم فاضت روحها الطاهرة وقام الإمام صلى عليها ووضع في قبرها قميصه، الثوب في قبرها. نسأل من الله عز وجل ألا يفرق، بعد الوقت انتهى، ألا يفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. ورحم الله الفرزدق لما قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرام، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يكاد يمسكه عرفان راحته. الله أكبر. ركن الحطيب إذا ما جاء يستلم. يقول الإمام مو هو يروح للحجر، الحجر يأتي للإمام سلام الله عليه. طبعا هذه القصيدة للفرزدق دفع ضريبتها، هشام بن عبد الملك حبسه وقطع عنا العطاء. وصل الخبر للإمام زين العابدين، دعا له فرج الله عنه. اجى للإمام زين العابدين الفرزدق قال له يا ابن رسول الله محى اسمي من الديوان، عطاء ما ينطيني. قال له كم يعطيك؟ الإمام قال له، طبعا قصة طويلة الوقت راح، بس قال له كم يعطيك؟ قال له يعطيني في الشهر كذا. قال سأعطيك مدة 40 سنة. بعدين الإمام ايش قال له؟ قال له لو لك أكثر من هذا لأعطيتك أكثر. يقولون التاريخ نعم مضى 40، مضى طبعا الفرزدق 40 سنة، ثم مات وانتقلت روحه إلى بارئها. رأيت بعض علماء السنة يقول كتب هذه القصيدة بالفارسية، ثم يقول رأيت امرأة قالت رأيت الفرزدق بعد موته، قلت له ما صنع بك؟ قال لقد غفر الله لي بتلك القصيدة، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. نسأل من الله عز وجل أن يتقبل أعمالكم وأن لا يفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.